لهنا بدات التلاميذ كتب لكم معادله باستعمال النماذج الجزيئيه. اذا هنا ضروري خصكم تكونوا حافظين الالوان ديال الذرات والرموز. اذا هنا نبداو. اللون الاسود هو الكربون، رمز الكربون هو سي، نكتبوا سي. هادشي كاع شنو هاد النهار ما ماشي سي فراك. اذا هنايا عندنا 4 بويض، انا السبوره بيضاء بالضبط. اذا 4 ديال كريات بويض. اذا الذرات اللي عندنا ابيض هما الهيدروجين. الهيدروجين الرمز ديالو هو اش. هاد 4 كنكتبوها اسفل يمين الرمز ديال الذره، زائد 2 كريات الاحمر. كريات الاحمر هي الاكسجين، الرمز الاكسجين هو او. اذا او وكنكتبو هنا 2 اسفل يمين الرمز. تنتيجو اذا سي هي الاسود هي سي كربون. اذا 2 حمر اكسجين او 2 هذا ثاني اكسيد الكربون، زائد اذا عندنا 2 بويض وحده حمراء. اذا البويض هي اش 2 او جزيئات الماء. اذا الميثان زائد ثاني الاكسجين كيعطينا ثاني اكسيد الكربون زائد الماء. اذا نحاولوا لا باس في هذا المثال نحاولوا نوازنوا المعادله غير متوازنه. هذا غنوازنوه، ناخذوا لها مغاير نحسبوا عندنا الكربون. هنا عندنا كربون واحد المتفاعلات والنواتج نفس العدد متوازن. الهيدروجين عندنا 4، هنا عندنا 2. اذا غنجيو هنا نضربوه في 2 جوج 4 هيدروجين. اذا شنو اكسجين عندنا 2. هنا في النواتج عندنا 2 وهنا ضاربين ديجا في 2. هاد 2 نضربها في الجزيئات الماء كامله. اذا هنا 2 ديال الاكسجين زائد 2 هي 4. هنا عندنا 2 كنضربو هنا 2. المعادله متوازنه. اذا حنا خدينا مثال اخر، مثال ثاني. اذا نكتبوا المعادله. اذا حنا عندنا اسود هو الكربون سي، غنبدا بالسي. 4 ديال كريات بويض ديال الهيدروجين اذا اش 4 زائد هذه او 2 زائد او 2 تعطينا الاسود سي احمر هو الاكسجين او 2 زائد هذا عندنا 2 بويض وحده حمراء. اذا حمراء اكسجين بويض هيدروجين. اذا اش 2 او هي جزيئات الماء زائد وحده اخرى عاوتاني اش 2 او جزيئات الماء. اذا غندير اذا هنايا عندنا ميثان سي اش 4 زائد هنايا كنجمعوهم 2 او 2 كتعطينا سي او 2 زائد 2 جزيئات ديال الماء. غنشوفوا واش المعادله متوازنه بس. اذا الكربون ذره وحده هيدروجين 4 هنا 2 4 متوازنه. اكسجين 2 4 هنا عندي 2 وهنا ضربه 2 4. اذا المعادله متوازنه. اذا ناخذ معادله ثالثه. اذا هنا عندنا كريه سوداء ديال الكربون سي زائد 2 حمر هو او 2 هنا الاكسجين كتعطينا اذا سوداء 2 حمر سي او 2 ثاني اكسيد الكربون. اذا الكربون زائد الاكسجين زائد جزيئات تعطينا او تنتج ثاني اكسيد الكربون. اذا المعادله متوازنه. كربون واحد اكسجين 2 ديال الاكسجين. المعادله متوازنه. ناخذ مثال اخر. اذا الكريات الزرقاء هي الازوت، الرمز ديال الازوت هي ان. اذا هنا عندنا 2 ديال الكريات الزرق هي ان 2 زائد هذا عرفناها او 2 هنا الاكسجين نتيجو. اذا هنا عندنا وحده زرقاء يعني ان ذره وحده ديال الازوت 2 حمر هي اكسجين ثاني اكسيد الازوت. اذا نشوفوا المعادله واش متوازنه ولا المعادله غير متوازنه. اذا غنوازنوها هنا شحال الذرات ديال الازوت عندنا 2 هنا عندنا 1. اذا ما نضربوش هنا 2 عندنا 2 هنايا 2 صافي. اكسجين هنا عندنا 2 المتفاعلات النواتج عندنا هنا
2 في 2 هي 4. هنا عندنا 2، غنجيو هنا نضربو 2. إذا أصبحت معادلة متوازية. غندوزو معادلة أخرى. إذا هنا عندنا ملي ما كنلونش، درنا راه البيضة اللي كنلون راه كتلون، إذا ما لوناش يستطيع راه بيضة. هنا عندنا جوج كريات بويض، إذا الأبيض يمثل الهيدروجين. شحال عندنا كريات؟ عندنا جوج، إذا كنكتبو H2 بلس أكسجين عندنا جوج دائما و2 عطينا جوج بويض وحدة حمراء، لأن جزيئات H2O. دائما الحروف كيتكتبوا كبار والارقام استطوال. اذا غنشوفوا المعادله واش متوازنه، دا المعادله غير متوازنه. اكسجين ما متوازنش اكسجين. اذا هنا عندنا جوج هيدروجين اكسجين عندنا 2، هنا عندنا وحده. كنجي كنضربوا صح خصنا السهم باش نلقى البلاصه فين ندير معامله تناسبيه باش كنوازن. اذا هنا كنضرب هنا في 2. شحال عندنا الهيدروجين؟ مابقاش عندنا 2، مثلا عندنا 4 الهيدروجين. اكسجين هي ب 2، كاين الهيدروجين عندنا 4 جوج 4. هنا عندنا 2، نجيو نضربو هنا في 2. اذا حنا وزننا المعادله. هذه هي الطريقه كيفاش كنكتبوا معادله كيميائيه انطلاقا من نماذج الجزيئيه. يكفي انكم تحفظوا غير الرموز والالوان، كل ذره اللون والرمز ديالها. وحظ موفق الى فيديو اخر ان شاء الله.